في رمضان، برنامج تستمعون إليه من راديو اتحاد الشعب. الحياة في رمضان سلسلة تناقش أهم المواضيع التي تهم حياة الصائم. ضيف البرنامج الدائم الأستاذ الدكتور حسن علوان بيعي، معكم في التقديم الأستاذ وجدان حسين المعموري، وفي الإخراج أيمن البابلي. مرحبا بك أخي مستمع راديو اتحاد الشعب من بابل، مرة أخرى نطل عليك وعلى مستمعينا في أرجاء محافظة بابل الحبيبة، وهذا الشهر الفضيل الذي جاء به الله سبحانه وتعالى رحمة للناس وللعالمين. أخي المستمع الكريم، مرة أخرى نستضيف الأستاذ الدكتور حسن علوان بيعي، رئيس فرع طب المجتمع وطب الأسرة في كلية الطب جامعة بابل، والداعية الإنساني والطبي المعروف. باسمكم جميعا وباسم راديو اتحاد الشعب أرحب كثيرا بضيفي الأستاذ الدكتور حسن علوان بيعي. أهلا بك وبمستمعينا الأحبة الأفاضل، وكل عام وهم بألف خير، وتقبل الله صيامهم وقيامهم في هذا الشهر الفضيل. شكرا دكتور. أخي المستمع الكريم، في سلسلة حلقاتنا لبرنامج الحياة في رمضان، والذي يختص برمضان والإنسان، صحة الإنسان، غذاء الإنسان، فوائد الإنسان من الصيام طبيا ومن الناحية الطبية. في هذه الحلقة نتناول الفوائد الاجتماعية للصيام، وخير ما يتحدث في هذا الموضوع هو ضيفي الأستاذ الدكتور حسن علوان بيعي. عزيزي المستمع الكريم، تحدثنا يمكن بحلقات سابقة وقلنا الصيام صحة، والصحة بمفهومها العام، والدليل إذا نبدأ من خيمة الحديث الشريف للرسول الكريم صلى الله عليه وآله، حيث قال: صوموا تصحوا. إذن نيجي مفهوم الصحة. مفهوم الصحة بشكل عام مع الأسف كما يفهمه بعضنا بشكل خاطئ، أن الصحة هي الخلو من الأمراض، والصحة لا، بمفهوم منظمة الصحة العالمية المفهوم المثالي للصحة، فليفهم المستمع الكريم أن الصحة هي أعلى درجات المعافاة، عفو الشيء خيار الشيء عند العرب وأجوده، من الناحية أعلى درجات المعافاة من الناحية الجسمية البدنية، يعني ما عنده أمراض، والنفسية والعقلية والاجتماعية والروحية. نعم. ذلك تشوف لو نطبق مفهوم الصحة علينا هذا طلع كل احنا مرضى. الناحية الاجتماعية شنو؟ يعني الإنسان اللي عنده مشكلة، اللي عنده بطالة، اللي ما لاقي عمل، حتى لو جسمه قوي وصحيح الجسم ويقوم ويقعد ويتحرك ويركض وقوي، لكنه مريض اجتماعيا. الشخص اللي عنده بأسرة مفككة يعتبر مريض اجتماعيا. من الناحية الاجتماعية. من الناحية الروحية قالوا ضافوا لها بال86، قالوا الإنسان اللي ما عنده إيمان بالله نون بليفر يعتبر مريض أيضا، لأن هذا الدين هو الوازع الخلقي اللي يحميه من الهلع والفزع والخوف وكل الاضطرابات اللي تصير بهذا الزمان الرديء. من الناحية الجسمية نعرف أنه الجسم خالي من العوق أو المرض. إذن الصحة هي ليست الخلو من العوق والمرض. الصحة هي على درجات الكمال
من الناحية الجسمية بدنية، يعني عيونه بيها، أنا أسمع بيه، ما أعرج غيره. ومن الناحية النفسية أنا مرتاح نفسيا من أخلي راسي على المخدة أنام، ونوم عميق بكل مراحله، مرتاح، ما عندي قلق، ما عندي خوف، ما عندي اكتئاب، مو ضايج من الآخرين، مو عندي وسواس قسري أو أهوس، مو هذا كله، أو قلق مرضي أو عندي اضطراب نفسي ما بعد الصدمة، أو تجيني كوابيس ليلية مخيفة وغيره، ما مرتاح، أو أنا ما أحب أمنزوي الانزواء، أو أني راكب موجة اليأس، هذا أخطر شيء، hopelessness. لذلك احنا نشوف تمر علينا الآن ظروف، هاي الظروف نقدر ندخلها في مجال الحرب النفسية. يعني العدو الآن بلدنا في حالة خطر، مرحلة خطرة جدا، اكو أعداء يهددونه، دول الأعداء عندهم تكتيك رغم أنهم جماعات مسلحة، ولكن لازم نتحزم لهم بحزام ذيب. دول حتى عندهم خطط ما يسمى بالحروب النفسية، والحرب النفسية أخطر من أعتى الأسلحة. من يوصلك إلى مرحلة العجز ويشق الصف الوطني ويخليك يقول لك انتهينا ورحنا، من خلال ترويج شائعات وحدة، ومن خلال الادعاءات المدبلجة راح نجي وصلنا عبرة وإجا وغيرها، تعرف هاي كلها تدخل ضمن الحرب النفسية. لأن الحالة النفسية للإنسان والاستقرار النفسي مهم. هسه نجي احنا من نجي على شهر رمضان الفضيل، وشنو الجانب النفسي. ربما تعرف النفس يقسمها القرآن الكريم 3 أقسام. منو؟ النفس الأمارة بالسوء، نفسك أمرك تقول لك روح تحارش، روح بوك، روح خذ رشوة، روح سوي فلان شيء. هاي ذني اشياء لازم هذه، وانت تروح تنفذ. واكو نفس اخرى شنو؟ طبعا هاي النفس الاماره بالسوء تقول لك روح سوي ذني وتطلع قبل. في ناس لا بتخاف ولا بتختشي. اكو ناس بتخاف، قولت المصري ما تختشيش. شنو ما تختشيش؟ ناس سواعد يسمعوها بالافلام المصريه يقولوها. اكو ناس عندهم هؤلاء النفس اللوامه. يعني مثلا انت تشوف نفسك تروح تسوي فد شيء، بس انت تخاف من شيء، تقول ربما اكو حساب، اكو كتاب، يمكن الله حتى تتندم، ليش سويت هيك؟ شو جاني؟ ليش اخذت غيبه فلان؟ ليش سوى هاي سحولها؟ النفس شنو؟ اللوام. واكو نفس يصحولها شنو بالقرآن الكريم؟ النفس يا ايها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مو صح؟ برمضان شافوا علماء الاجتماع، احنا نسينا الجانب الطبي، حكينا عنه بحلقات سابقة، وفوائد والأبحاث اللي قالت جوانب الطبية. طبعا الجوانب الطبية والجسمية قد تؤثر على الحالة النفسية والحالة الاجتماعية، راح نربطها ربط شلون، ونشوف أهمية هذا الشهر الفضيل الذي كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لعلكم تتقون. أحسنت. تتقون يعني شنو؟ لعلكم تخافون الخالق العظيم الذي يوم لا ظل إلا ظله. رأس الحكمة مخافة الله. شلون أخاف الله؟ أنا في كل شيء يقول لك خلي الله بين عيونك. إذن هذا اللي يخلي الله بين عيونه شو نصيح له عزيزي المستمع الحبيب؟ عشان تعرف هذا هو المتقي. لعلكم تتقون، التقوى. إذن فلسفة الصيام هي أساسها شنو؟ التقوى. يعني أساسها الخوف من الخالق العظيم. تزكية النفس. شلون أزكي نفسي؟ أنا قاعدين أنا وياك والأخ المخرج،
شلون أزكي نفسي؟ يعني أحولها من النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة، وربما تدريجيا أحولها من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة. شو وقت يصير هذا التحول وتزكية النفس؟ شو وقت يصير؟ في هذا الشهر الفضيل. شلون؟ واحد يقول شلون أنا أعلم نفسي على الانضباط، أعلم نفسي على شنو؟ كبح شهوات نفسي، ألومها دائما، أنا أحاسبها مو هي تحاسبني، أنا أحاسب نفسي وألومها على شنو؟ على التقصير اللي قصرتها وياي. شلون أقول أنا ليش سويت هيجي؟ أقول كل يوم نهاية اليوم سويت أني. هاي محاسبة في هذا الشهر الفضيل تزداد وتقوى. وإذا صار احنا في طريق التقوى عادة راح إذا صلحت النفوس شنو راح يصير؟ صلح المجتمع. هاي نخليها ببالنا. نجي للجانب الاجتماعي. شنو اجتماعي؟ واحد يقول شنو الإنسان هو أنت وأني. شنو؟ فقط أعين جنابك. أي نعم. أساعدك. أي بصفتك قانوني وتعرف علم الاجتماع. لا يعني بعيدا عن موضوع القانون. أي. النفس البشرية كما يعني تحدثت عنها جنابك هي نفس سيئة ونفس لوامة ونفس مطمئنة. الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل يستهدف هذه التقسيمات الثلاثة للنفوس. حتى المطمئنة يقويها طبعا. اللوامة ترجع تصير لوامة. اللوامة يحاول أن يوصلها إلى اطمئنان، والسيئة يحاول أن يأخذ بها إلى اللوامة. من ثم هناك كثير من النفوس تنتهي حياتهم دون أن يصل إلى نفس مطمئنة. المشكلة أين؟ ليش؟ هو الأساس أتاه السقم من شطر نفسه. نعم. ولم يأته من شطر أم ولا أبي. يعني هذا الإنسان هو المذنب. نعم. هذا الإنسان هو العاق. الله خلى عنده قوتين، قوة الشر، قوة الخير. أني شلون؟ ويهديني السبيل إلى أعطيني كل هاي النعم. لو تحصوا نعم الله عليكم تحسبوها ما تلقولها مثيل أبدا. نعمة الله علينا كثيرة جدا، أو نعم الله تشوف عينين، لسان، شفتين، تروح أهديناك النجدين والصحة والتفكير، وتبين هاي من تمراض تقول ويلي شنان يا هذا فلان سنه ما يوجعه، بس خليد سني يطيب وشوف من ترجع سنك يطيب تشوف ذني او من يبتليك بمرض معين تصير ها قدك، مو من الطيب ترجع. واحدنا يقوم يعنطز يقول هيك من يردك هنا؟ يردك منو؟ جبتني الى سؤال اخر، يردك التنشئة والتربية مالتك، أسرتك، المسؤولين عنك، المفروض تركيبتك الفسيولوجية. بس تجي الإنسان تركيبة نفسية وبيئة. جيب واحد خير نفسيته زينة، طفل ذبه بمجتمع شرير. هسه مو تشوف انت ذولا جماعة داعش مو يدعون الإسلام؟ البارحة قلت له يستبيحون الأعراض يسوون كذا. مو هذا شنو؟ الإسلام ليس منهم بشيء أبدا، ويقولون احنا الإسلام والآخرين منهم. هم قافلين هذا غسل دماغ. من وصلهم لهذا؟ اكو ايديولوجيات معينة ربتهم ياخذوه هو صغير من عمره 6 7 سنين 10 سنين، ويبدون يسووا له برين ووش، غسل دماغ، يقفل. يقول لك انا اذا اروح اقتل نفسي، ماكو. القرآن يقول ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا. ماكو قتل، ماكو دماء. دير بالك. يوصي الامام علي مالك الاشتر يقول له دير بالك اياك وسفك الدماء، انت رايح ذولا حل يقاتلوك ويطبون بعينك وتعطيهم مجال. مثل المؤمنين في توادهم كمثل الجسد. اذا شلون مؤمنين ذولا؟
أنا دكتور، أختلف وياك مذهب يعني البيئة التنشئة الأسرية. البيئة تؤثر نعم في سلوك الإنسان. طيب، في سلوك الإنسان السوي غير المصاب بمشكلة فسيولوجية لا بمرض واحد. نعم. لا تقول لي مريض. نعم. المرضى ذولا نسبتهم اللي عنده شيزوفرينيا، اللي عنده مرض عقلي، اللي لا تقول لي هذا، لا تجيب لي هذا مريض ما على المريض من حرج. لا حرج دكتور، يعني نحن درسنا في القانون علم الإجرام يفيد بأن هناك، وأنت طبيب ومن المؤكد أنه لديك معلومات في هذا المجال، أن هناك تكوينات معينة لشكل الإنسان، دماغ الإنسان. هذه التكوينات هي أكثر من غيرها عرضة للجنوح والجريمة والشذوذ الاجتماعي أو جنابك. هذه إذا أكو نقص في خلايا الدماغ، اكو بعض الامور اللي، اما الشكل هاي تقدر تشخص منها لحد الان، ترى هاي نظريات غير مثبته قديمه اكل عليها الدهر وشرب. نعم. بس انا اقول لك رعايه الانسان حتى يكون سوي، يكون ذكي، يكون قادر على حل المشكلات، يعول عليه، يكون صحيح. حصين. انا صحيح. دائما اقولها، اقول للناس 3 أنماط مثل الدمى. اكو دميه مصنوعه من حديد، واكو دميه مصنوعه من بلاستيك، ودميه مصنوعه من زجاج. اذا تذب عليهم نفس الشده، شوف نفس الشده نفس الظروف، يشفتون عليهم مسلحين كذا، يتعرضون للحادث، فتختلف. الحديد يبقى حديد. نعم. البلاستيك شويه ينشرخ تعدله، بس الزجاج ينهار يتهشم. عرفت عيني؟ احنا شنو هدفنا؟ نعم. بهذا يربوهم تربيه نفسيه ويعلموهم وغيره. هنا يجي دور البيئه والمجتمع والتربيه والمدرسه، كلها اغلفه. نعم. تجي من المكونات. نرجع، المكون الاول هو المكون النفسي مالتك، الجينات مالتك. نعم. صبغات الوراثيه، خلايا دماغك. انت امك ماخذه فوليك اسيد من كانت حامل، لو ماخذه حليب تشربها، كلها تاثر عليه. قاعده يم منطقه بنزين خانه ويطلع الرصاص وتشرب الرصاص، وهذا الرصاص يروح الدماغ هوي ويروح. نعم. بعدين للدم ويروح للطفل للمشيمه ويطلع لانسان عدواني لو ماكو. هاي تبدا فوائد الصيام. اي نعم، هذه كلها حتى هم لها علاقه بفوائد الصيام. هاي السموم. نعم. كلها تتراكم بالجسم. نعم. لذلك احنا قلنا هذا الشهر الفضيل، والابحاث الان اللي تقول 28 يوم أو 30 يوم صيام يخلص الجسم من سموم متراكمة. نعم. مال 11 شهر. نعم. عرفت عيني؟ خلينا نرجع هاي للجانب الاجتماعي. سموم من وين تجينا هاي السموم؟ من تجي جسمك بمادة شحمية، نسيج شحمي. انت غصبا عليك تتنفس هواء، هذا الهواء ملوث بمعادن سموم مختلفة، من عوادم السيارات للأبخرة والأغازات المختلفة، لما يحرق الآن، اللي تطلع من محطات الكهرباء، البلاسكان وغيرها وش اسمه، كلها هاي أبخرة احنا وغازات سامة تدخل جسمنا. وين تروح للرئة، للحويصلات الهواء. وين تروح بعدين؟ تروح للدم. وين ينقلها الدم؟ يخليها بالعظم، تقعد بالعظم ما تأذي العظم. هاي المعادن الثقيلة من يقل طبعا نصف عمرها بجسم الإنسان وبالدم وبخلايا الأنسجة الرخوة، هي تقريبا فد أسبوع خلينا نقول. زين، الجسم ما يقدر يتخلص منها عن طريق الإدرار وعن طريق البراز، فتبقى متراكمة تحبل المرأة. زين، تروح هذه المعادن الثقيلة عبر المشيمة والدم تروح للطفل. وين تبقى بدماغ الطفل، تأثر عليه من؟ على سلوكيات الطفل. بينما الطفل هنا سلوكيات من تجي البيئية، هنا الحماية البيئية تجي من ما قبل الزواج وما قبل الحمل والولادة. هناك تبدي. اجى انسان سوي عنده حصانة، صار حديد، ما يقدر، عقله ودماغه كله كامل مسلحة بالإيمان والقيم الأخلاقية، مو النظام الأخلاقي القيمي الموجود اللي هو التربية الدينية، التربية الإسلامية، الصلاة والصوم والمدرسة. يجي الغلاف الثاني اللي هو المدرسة، وراء الغلاف الاجتماعي الآخر
وراء الغلاف الإعلامي اللي دا يغير الآن سلوك الناس. نعم. ربما أعطني، مو قلنا جوميز قال أعطني إعلاما مضللا أعطيك شعبا بلا وعي. يقول للهتلر شوف احنا شوف الإعلام دا يسوي الآن حرب نفسية ضد الناس، مدمرهم، هذا يجر بالعرض وذاك يجر بالطول، هذا يسوي صراعات ومناكفات كلها تنعكس على نفسية الأطفال. حتى والصيام حصرا غير موضوع اللي هو يعني هم له علاقة شوية بالصيام. نعم. أخي المستمع الكريم، فاصل قصير ونتواصل معك. مرة أخرى نعود إليك أخي مستمع راديو اتحاد الشعب، وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج الحياة في رمضان، والتي نستضيف بها الأستاذ الدكتور حسن علوان بيعي متحدثا عن فوائد الصيام الاجتماعية. نعم دكتور. قلنا الفوائد رمضان الاجتماعية، وحكينا شوية عن تهذيب للنفس وصقلها، تدريب إيجابي ومتوازن ومقنع للفرد والمجتمع. هذا الحكي نخليه تربيتهم على التقوى، وحكينا على التقوى أيضا القدرة على ضبط الشهوات، مهم جدا. سيطرة، انت شلون يصير نزاع، شلون يصير كونفليكت، انت تضبط نفسك، القدرة على السيطرة على اليمن، على الغضب. شو تقول؟ اللهم إني صائم. ليش؟ لأنه أنت من الصوم خاصة بالأيام الأولى يصير عندك شنو؟ نقص بمن؟ بالسكر بالدم، بالجلوكوز، خليها أدرينالين يزداد، تصير أنت رأسا روحك بخشمك ما تقدر، فأنت يراد لك من تصير علاقة متشنجة بينك وبين أي واحد بالبيت، برا، بالوظيفة، بالهذا، عليك أن تصمت لمدة 20 ثانية غير حلو. هاي 20 ثانية شافوا علماء النفس والاجتماع والإجرام تنحل الكثير من المشاكل، أو تحسب من 1 ل5 قبل ما تجاوبه، لأنه هذا الرذاذ المتطاير يسبب لك مشاكل. أنا حكيت وياك أنت ما ممتلك نسبة الأدرينالين عندك زايدة، سكر منخفض، راح تغلط، أنا أغلط بعله، أنت تغلط بعله، وهكذا شوف متصاعد، وبالتالي تصير مشكلة. إذن علينا أيضا أن نفهم أن برمضان يجب أن نقوي إرادتنا وعزيمتنا، وأن نتحكم في السلوك. يجب علينا أن نتحكم ونضبط سلوكنا. شو يقول أحمد شوقي؟ يا مديم الصوم في الشهر الكريم، صم عن الغيبة يوما والنميم. يعني أنت حاول قدر الإمكان مو بس الصوم، ولك من صيامك الجوع والعطش، لازم تقوية الحس الداخلي وتنمية ما يسمى بالكونشس، الضمير هذا المسيطر علينا. لو عندنا هذا حي صدقني لا صارت كان صرنا أرقى وأقوى وأسعد شعوب الأرض. الضمير الكونشس، من يربي للضمير؟ منو يربي؟ الصيام والتقوية على الصبر، ممارسة الصبر كحصيلة حميدة ومثمرة. تتعلم الصبر لأنه أنت صايم 16 ساعة، هذه وسيلة من وسائل التدريب على زين عيني تنمية الدوافع الإيمانية والأخوية من الرحمة
والعطف مع الآخرين. وقلنا يصير عندك نوع من الاطمئنان والسعادة، تفكر بشيء ما هو أبعد من الحياة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت إن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. أموالنا لذوي الميراث نتركها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ فاعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. تعرف قصة هاي القصيدة ولمن؟ ما تعرف؟ هاي للإمام علي عليه السلام. أعرفها دكتور، أعرفها. جاء واحد زاهيت له الدنيا، قصيدة شهيرة هذه، شهيرة معروفة. إذن فوائد الصوم الاجتماعية يعودنا على النظام والاتحاد. اتحاد شنو اتحاد؟ احنا الاتحاد قوة. هسه احنا مو بأمس الحاجة للاتحاد بهيك وقت. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. أريدك لأوقات الشدايد سند. لازم احنا نتحد. أكمل دكتور. قصيدة قصيدة واضحة للشيخ. نعم. هايديها أكثر من دويج. مرة. وياي حجل برجل للهند ورد السند، مرفوض كل الحكي المال دليل وسند، بس يا حيف يا صاحبي صار الغدر عادلك. تراجع ليم الذي بمحنتك عادلك، وانا الاخي الذي بدم رقبته عادلك. تالي بعتني ورحت وانطيت بيه سند. وهاي شوفوا ما يحصل الان، الغدر والخيانه وغدر التلفون، والغدر موجود في كل الازمان. كل الازمان. هاي يؤدي الى نوع من يحتاج لنا الى تنميه المجتمع. اذا ثانيا اللي قلنا النظام والاتحاد، اتحد وحب العدل والمساواه. في وقت تصير تحب العدل والمساواه والعداله الاجتماعيه، وين تنمي في نفوسنا؟ في هذا الشهر وإيجاد عاطفة الرحمة والمودة. أفضل الصدقات. النفس في هذا الشهر تحاول أن تنزع كل ما عندها من سوء بالضبط. الصوم لي رذيلة، ويحاول أن يكون أكثر إنسانية من بقية شهور السنة. وتنمية روابط الألفة بين الناس. شنو؟ شوف الناس اللي عنده خلاف مع الآخر، شوف الناس تبدي تلتحم. عوائل يمكن ما يقعدون في باقي الأشهر على مائدة واحدة بسبب ظروف الحياة المتصارعة وهذا الزمن التعبان الرديء، ولكن يلتقون عادة كلهم وين؟ على مائدة الإفطار أو مائدة السحور. صارت عندنا وشائج شنو؟ ترابط بين الناس. لأنه هسه احنا اللي مفرقنا من هو؟ فرقنا الفيسبوك والإنترنت وهذا الإدمان اللي اسمه والتلفزيون والسكرين دي. لما يصيحون الناس ذلك يحسدون، يقولون انتم تقعدون برمضان كلكم تجتمعون، ما تلتقون غير بس برمضان، تلعبون محابس وتسوون كذا. هاي كلها لعبات جماعية تعاونية يصير بها نوع من التوادد والتراحم والمحبة وتقوية الأواصر. كلها هاي بين تصير. شافوا، انتم تعرفون بعلم الإجرام، شافوا أن الجرائم ايش بيها برمضان؟ تنخفض. ليش تنخفض الجرائم والسرقات وغيرها، الجنح والجنايات وغيرها؟ سبب لأنه اكو وازع. هذا الوازع من هو وازع خلقي يغير سلوكنا. زين، قلنا التعاطف الإحسان والتسابق إلى الخيرات. برمضان انت تشوف بس تريد تحسن إلى حتى لمن أساء إليك،
وتريد تحافظ حتى على صيانة المجتمع وجارك. أريني جوادا مات هزلا لعلني يا بنيتي أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. تعرف هاي القصيدة المن؟ نعم. إذن شوف الإنسان يكون الكرم مالته يظهر في هذا الشهر الفضيل، لأنه يريد يقوي العلاقة معهم وتزداد عنده المحبة. يشوف يكف نفسه عن ضروريات الحياة، يدرك ما يعانيه الفقير أو الجائع أو المحروم، لأنه شي يريد يشعرك بهذا الشهر الخالق الكريم، يريد يشعرك بمعاناة من ليس له معين، من لا يستطيع أن يأكل وأن يرى بحياة الواجبات الأساسية، البيزك نيدز. انت قاعد وتاكل جوعان وتأصلك هاي الآلام مال الجوع والإشارات اللي تطلع من الأمعاء مالتك، وتجي تاكل وتشوف فقير آخر يعاني. يمكن شوفي هذه وحدة من فلسفة الصيام ومن أهداف الصيام، أن يخليك تدرك ما يعانيه الفقير والمحروم من الجوع والحرمان، وما يشعر به البائس والمحتاج من فاقة وعوز. نعم، إن شاء الله نكون قد أوفينا في بعض الجوانب الاجتماعية المهمة اللي هي إحدى فوائد الصيام في هذا الشهر الفضيل. أخي مستمع راديو اتحاد الشعب، في رمضان إلى هنا نصل معك إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج الحياة في رمضان، والتي تحدثنا بها أنا وأنتم وضيفي الأستاذ الدكتور حسن علوان بويعي عن فوائد الصيام الاجتماعية في رمضان. لنا معكم لقاءات أخرى إن شاء الله على طيلة أيام هذا الشهر الفضيل. نلتقيكم في حلقات قادمة ودمتم بألف خير. كنت معكم أنا وجدان حسين المعموري، كان معي في الإخراج زميلي الأستاذ أيمن البابلي. كنتم مع برنامج الحياة في رمضان.